السلام عليكم، أنا دينا شعراوي، دي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ال5 حلقان دول. هنبدأ بأول واحد. هنحتاج لون أبيض عشان هو هيبقى لون الخلفية، وهنحتاج القطاعة دي اللي هي على شكل دمعة العين. نقطع بيها الشكل الأساسي للحلقة. لو مش عندكم بتستخدموا أي قطاعة انتوا عايزينها. أنا اخترت اللون ده اللي هو اسمه لون منت. أنا بعمله من لون أبيض ولون أخضر، بدمجهم مع بعض لحد ما يدوني اللون ده. وهنلزق القطع الصغيرة اللي انا عمالة اقطعها دي بصلصال سائل علشان نضمن ان هي ثابتة على الحلقة. بعد ما عملنا نقطة سودا دي نثبتها كويس بصوابعنا، وبعدين انا اخترت اللون اللي هو السيمون ده علشان خاطر اعمل بيه الشكل ده من غير قطعات ولا اي حاجة بايدي. وبعدين بنعمل غصن شجرة ونحط ورق شجر لونه اخضر صغير. هوريكم دلوقتي ازاي هنعمله، بس اهم حاجة نراعيها ان احنا نحاول نخلي الشكلين زي بعض ولكن كأنه معكوس. هنعمل اشكال ورقة الشجر زي ما انتوا شايفين، هو ده شكلها. وهنعمل التفاصيل اللي فيها بالنيدل تول او اداة الابرة. ما تخافوش، هو مش باين دلوقتي، ولكن في اللقطة اللي جاية هقرب شوية عشان اوريكم شكلها بيتعمل ازاي. وخدت بعد كده نقطتين كورتين لونهم اصفر قد بعض، هحطهم في الفراغ اللي على جنب ده واعملها اضغطها بالبول تول. وبس فاضل بقى ان احنا نعمل الجزء اللي فوق، نحاول نخليه سميك على قد ما نقدر عشان ما يتكسرش. وده هيبقى الجزء اللي فوق في الحلقة ده. نبدأ بقى في الحلقة التاني. الحلقة التاني بسيط جدا، هو بس بيعتمد على فكرة القطاعة واللي احنا نحط عليه جليتر. انا حطيت عليه جليتر واي شادو. اما الشكل التالت بقى هو سهل جدا جدا. هناخد صلصال لونه اصفر وصلصال لونه فضي. اللون الفضي ده كان من بريمو، بس انا مش فاكره اسمه ايه. هو انا فاكره ان هو كان مكتوب عليه سيلفر، بس مش فاكره ايه رقمه او كده.
الكيس بتاعه ضاع مني، يعني دي كانت الحتة الأخيرة اللي فضلت. لكن طبعا انتوا تقدروا تعملوا أي ألوان انتوا حابينها. هنبرمهم على بعض بالشكل ده، وبعد كده هنطبق فيه لحد ما يعني يبقى صغير تاني. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. شايفين انا بعمل ايه؟ نبدأ نحاول ندمج الفضي في الأصفر، بس من غير ما يعني نسيحهم على بعض. أنا عايزاهم يبقوا باينين كده، كأن في خطوط لونها فضي جوه الصلصال الأصفر. وبعد كده هنستخدم القطاعات الدواير علشان خاطر نعمل بيهم شكل دايرة. بالنسبة للشكل رقم 4 هيكون الشكل البسيط جدا ده. هو عبارة عن لون أزرق، وأنا خدت القطاعة الدايرة بتاعتي المقاس اللي انتوا تحبوه. بعدين هنقطعها بالنص ونبدأ نلون نصها بألوان مايكا ذهبي. الشكل رقم 5 بقى اللي هو الشكل ده، هنستخدم فيه برضو القطاعات. وأنا عايزة التأثير ده. اللوحة دي بتاعت التأثير دي كنت جايباها من سكالبي، كانت من مكتبة المعيرجي، لكن مش مضطرين تستخدموها. يعني تقدروا تعملوا أي تأثير على الصلصال بأي حاجة موجودة عندكم في البيت. هنستخدم القطاعات الدواير، وكمان القطاع اللي على شكل دمعة العين. انا ما كنتش وريتكم ازاي بنعمل الخروم فيه، عشان خاطر نحط بعد كده نركب الحلقان في بعضها، فوريكم انا بعملها ازاي. الاول بحدد مكانها بالنيدل تول، وبعد كده بالبول تول بقوم ايه موسعة الخرم اللي انا عملته ده. نفس الكلام هيتعمل في كل الاشكال. لازم نيدل تول الاول، وبعد كده نعمل بالبول تول بتاعتنا. انا استخدمت اي شادو وجليتر عشان خاطر الون الجزء اللي هو على شكل دمعة العين ده. بعدين استخدمت لون اكريليك ذهبي وحطيته على الشكل التاني اللي هو شكل الدايرة ده. قعدت احطه بصوابعي كده، وبعدين جبت وايبس ومسحت بسرعة من فوق علشان خاطر ايه يعني يبقى تأثير اللون الذهبي ده دخل في الشكل اللي معمول يعني من جوه، كأن الحفر اللي موجودة في الشكل هي بس اللي بقى لونها ذهبي والباقي اتشال. وبس احنا كده خلصنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي كومنتس يا ريت تقولها لي تحت في الكومنتات. ولو عندكم اي افكار لفيديوهات جديده يا ريت تقولوها لي برضو في الكومنتات ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في الجروب علشان خاطر نستفيد من بعض هناك. ميرسي، باي باي.